عليكم. اليوم غنشارك معكم هاد الدجاج المحمر كيجي خطير، كيجي زوين بزاف وبنين وهشيش. كما كتلاحظوا غادي نشارك معكم ايضا الغسل ديال او الترقاد ديال الدجاج. انا رقدته في واحد الحامضه مطحونه مع الملح كما كتلاحظوا، وكنقيو الدجاج ديالنا من الشوائب كامله وكنخليه واحد الليله كامله اولا 3 سوايع ولا 2 سوايع الا كنتو زربانين باش تعرفوا الدجاج ديالكم غيجيكم زوين بزاف وغيجيكم هشيش وبنين. كما كتلاحظوا الصدر ديالو كيولي بيض، ما كيبقاش حمر. باش كيبقى حمر يعني ما شابعش الترقاد. هانتوما كما كتلاحظوا الدجاجه ولات صراحه الله بيضه كتشعل كما كتلاحظوا. وهنايا راني غسلتها مزيان من الملحه والحامض وكثرتها، يعني خليتها تقطر واحد الساعه ديال المكانه حتى ل2 سوايع كما كتلاحظوا. هنايا كتوابل غادي نحتاجو هاد التوابل اللي كتشوفوا. عندنا خرقوم، سكينجبير، قعقله وبسيبيسه، وعندنا واحد الدويمه ديال الزعفران بزار، وعندنا كذلك شويه ديال المروزيه ديال اللحم. كتجي خطيره بالمروزيه ديال اللحم، جربوها. هنايا عندي هذا الحامض الحايل خدمته على يدي، صراحه الله كيطلع واعر كما كتلاحظوا، كيزيد البنه للدجاج ديالنا. انا خديت هنايا واحد المعلقه غادي نطحنها مع واحد 3 ولا 4 ديال الريوس ديال الثومه. من بعد ما طحنت الثومه مع الحامض كيجي على الشكل هذا، كنخلط به التوابل ديالي. هنا الشرموله غادي تبان لكم جات واعره والقوام ديالها جا رائع جدا. كنشرمل الدجاجه ديالي مزيان من الداخل ومن برا وما بين الجلده والصدر ديال الدجاج. انا ما غاديش نربط ليها الرجيلات ديالها بشي خيط، غادي نديرها يعني بدون خيط، يعني غادي تشوفوا ما غادي ندير الخيط وغتبقى مكتفه، يعني ما غاديش تحل ليا في الطياب نهائيا. ما تنساوش واحد العصيره ديال النص حامضه كتشد كتخلي الدجاج ديالنا ما كيتفرتش. هنايا كنكتف الدجاجه ديالي كما كتلاحظوا. واكيد الا بغيتوا الدجاج ديالكم يزيد بنه على بنه ما تنساوش ديك القعقله وبسيبيسه غير معلقه، كتجي رائعه بزاف. تزيدوا بنه يعني كيعطي واحد المذاق زوين. كندير الدجاجه ديالي في واحد الطاوه اولا الكوكوط كما كتلاحظوا. انا ما غادي نسد عليه نهائيا، غادي نخليه، غادي نضيف مريقه كما لاحظتوا. هنايا ضفت كنصات وجوينحات، اللي بغى يضيفهم مبغاش ماشي مشكل بلاش، والكبادي غنخليهم حتى الاخر ان شاء الله. هنايا ربوي صغير بالماء بارد ماشي طايب، وكترويو غير في الجنب باش ما كتمشيش ديك العطريه فوق الدجاج. كنخلي الدجاجه ديالي حتى كطيب ليا، انا كنراقبها غير من خلال العنق ديالها، ولا يعني طاب صافي كنعرف الدجاجه ديالي راه واجده. هنايا خديت كيلو ونص ديال البصله، كيلو ونص، شلطتهم في الهشوار كما كتلاحظوا جات على هذا الشكل هذا. كنضيف البصله على المرقه من بعد ما حيت الدجاجه ديالي، كنضيفها فوق المرق
انا ما غاديش نضيف نهائيا الماء. البصله كتطلق الماء ديالها، وكما كتلاحظوا هنا غادي نخليها حتى كطيب ليا. هذه هي الدجاجه من بعد ما حيدتها من المرقه. هانتوما كتلاحظوا كتجي زوينه وطايبه والجلده ديالها شاده عليها. وهنايا كناخذ الزبده او السمن حتى هو يعني اللي خدمت ليه يدي، مع واحد المعلقه ديال البابريكا او التحميره. كتعطي واحد اللون رائع للدجاج ديالنا. انا غادي نحمرو في الفران، ما غاديش نقليه في الزيت. جربوا هذه الطريقه، هذه كتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه. هاد الدجاجه كتجي بنينه بزاف مع هاد السمن والتحميره، وكتعطيها واحد التحميره نيت زوينه، كتجي محمره. وهانتوما غادي تشوفوها معايا. هنايا بالنسبه للمرقه ديالنا كنبقاو نحركوا فيها حتى كتوكح لينا مزيان، حتى كتعسل. غادي نبقى معاها بنفس الطريقه. هنا درت لها واحد نص كاس ديال الزيت، وغادي نضيف لها واحد المكون اكيد في الاخير كيخليها يعني الزيت تعطينا واحد اللون زوين. هذا هو المكون وهو العسل. العسل كيعطيها واحد اللون زوين وكيعري لنا بين الحلاوه والملوحه، كيجي زوين وكيجي رائع. هانتوما المرقه ديالنا كتجي رائعه، التغميره كتجي خطيره خطيره. المهم كتبقاو معها هكا حتى كتعزل لينا الزيت مع البصله، يعني كتعزل. هانتوما كما كتلاحظوا تعزلات لينا الزيت بوحدها. التغميره ديالنا كما كتلاحظوا جايه واقفه زوينه، تقدروا تزيدوا اكثر من هذا الشيء، انا وقفت على هذا القدر هذا. وبالنسبه للدجاجه ديالنا من بعد ما تحمرت في الفرن كتجي هكا محمره وزوينه بزاف. هانتوما كتجي رائعه. هنايا راه يعني شلت الاضاءه باش يبان لكم مزيان. هذا هو الطبق ديالنا، التغميره بالدجاج محمر. كيجي واعر، كيجي زوين، وكتزينوه على شكل اللي بغيتو. انا زينت هنايا باللوز كونكاسي وباللوز كما كتلاحظوا، والتغميره كتجي هكا زوينه رائعه.